ليلى شوفي، نقول لك أنا نروح نبان الحق. على همل هكا على بالك عندي رونديفو مع الميدسان. صح نسيت كاع، قلتيلي نهار 3. وي يا ليلى يا ليلى اختي، اليوم يظهر كل شيء، يا كحله يا بيضه. تخافيش يا اختي، وش بيك؟ لازم يكون عندك شويه امل. واش من امل يرحم باباك؟ شحال من طبيب اكد لي بلي ما نقدرش نجيب الاولاد، وانا ما عليهش بالك تحل المشكل. حتى توصلت بيا نشوف الشوافات، خلاص راني قررت من اليوم اخر نهار باش ندير فيه لي زاناليز. تحبي نجي معاك؟ لا حكيم راه يستنى فيا، مسكين محروم من الاولاد وكذاك صابر معايا، وهو يعرف باللي المشكل راهو فيا انا مش فيه هو. علاش ما على بالكش؟ وعلاش يا اخي يحبك يا مهبوله. يحبني وقتاش؟ وانتي تعرفي مليح باللي العمر راهو يجري ومانيش راح نبقى صغيره. ما لازمش تقولي هكذا امل. ايوي كي غير تمرضي في روحك في باطل. استناوني نستناك نسوا نستناك ما تطوليش. هيا نروحوا. لا نستنى حتى تجي ماما. واش تاتا امل جبناها؟ مبروك عليكم، خليكم درك. كنت نتمنى نتائج احسن من هذه، لكن مادام لي ريزيدون سا توجور لي ميم. جو سوي فريمون ديزولي مادام. يعني ما كانش حل بعد العوام هذو كامل؟ كل شيء في يد ربي مادام، ما تقطعيش لي ياس، مازلتي صغيره. كملي الدواء وبربي. خلاص امل خلاص. علاش راكي دايره هكذا في روحك؟ ربي ما عطاناش الاولاد، لازم نرضاو بحكمته. وانت واش ذنبك باش تحرم الاولاد؟ كيفاش هذا واش ذنبي؟ نسيتي بلي راني زوجك؟ ياك توعدنا بيكون عندنا مصير مشترك. وراه المشكل كي ربي ما عطاناش الاولاد. كاين شحال من الولد راه محروم من حنان والديه. كيفاش؟ وعلاه ما تبناوش طفل؟ والله هذه حاجه مليحه. كاين بزاف اليتامى وكاين بزاف الاطفال المساكين اللي يحوسوا على كاش درع حنين. ما تقطعيش لي ياس مادام، ربي كريم وحنين. سبحانه كريم مدام، ما تخلينيش متعلقه بامل ما كانش منه. كرهت من الطب. يلا حكيو. هيا بسلامه مدام. على كل حال عندها الحق، ما عندها ما تجرب. حتى العمر عنده دور كبير. ما رجعتليش جواب على الموضوع. واش من الموضوع؟ قلت لك لو نتبناو طفل. حكيم خليني نخرج من الغمه هذه ومن بعد نحكيو. على راحتك على راحتك. دوك نروحوا للحفله نتاع ليلى وتنساي كاع هذا الموضوع. انا ما نروحش، اديني طول للدار. كيفاه؟ ياك توعدنا مع ليلى بان نحضروا الحفله. حكيم الله يسجيك، قلت لك اديني للدار اديني للدار، واذا حبيت تروح روح على روحك. ما يكون غير خاطرك، نروحوا للدار. حكيم علاش راك معايا؟ كيف هذا علاش راني معاك؟ ما تخبيش عليا بلي راك تحب الاولاد بزاف. علاش راك معايا المده هذه كامل وانت متاكد بلي ما نقدرش نفرحك بالدراري؟ كيفاه؟ مازال ما عرفتيش علاش راني معاك؟ بعد كل هاد السنين من حياتنا ما فهمتيش بلي نحبك.
بصح انا مانيش قادره نجيب لك الشيء اللي تملاه كل راجل. لما يكون اب وانت قادر تكون اب مع مرة تانية. واش هذا الكلام؟ كيفاش مرة تانية؟ امل انا نامن في القدر والمكتوب وعمري ما نتحداهم. بصح على بالي راك تحب الولاد. وشكون ما يحبش الولاد؟ واش تقصد؟ ايوا قصدي حاجه عاديه، نحب الولاد كما يحبهم جميع الناس. بصح انا مانيش قادر نجيبهم لك. ما كتبهم لناش ربي. ما تقوليش باللي هذا الشيء ما يهمنيش وما راهوش يجرح فيا. باش خدوك كي نشوفك كيفاش راك تتعامل مع الاولاد، ولاد اختك ولاد خوك، كيفاش ترفدهم، كيفاش تلعب معاهم، ما تقوليش باللي ما يهمنيش. ايوا دوك رايحه تحاسبيني على خاطر نحب ولاد اختي نلعب معاهم؟ امال انا نحب الولاد كما يحبهم جميع الناس، كما يحبهم كل انسان عنده احساس كما تحبيهم انتي. بصح هذا ماشي سبب يخليني نحكم على نفسي بالموت على خاطر ربي ما عطاناش الاولاد. ما كتبهمنيش لي انا. يسمى انا وانتي ماشي كيف على هذه انا محتم عليا باش اما الله يخليك خلينا من هذا الموضوع، راكي عيانه وتحت الصدمه، بصح هذا ماشي سبب يخليك تعاودي حساباتك في علاقتنا ولا زواجنا. بصح اما الله يخليك خلينا نروح.